الله أكبر الله أكبر. يتطلع السوريون إلى السماء، يرتقبون أن يأتيهم الفرج من محنة طال أمدها، فتأتيهم طائرات النظام وحلفائه بدخان كثيف. الشيخ مسكين ونوى وطفس وإنخل، بلدات في ريف درعا، يحجب الدخان خلفه أهدافا قصفتها طائرات روسية، ما عادت تفرق بين ما هو مدني أو عسكري. بينما ترى المعارضة المسلحة بعين اليقين أن موسكو ما جاءت لتحارب تنظيم الدولة كما تقول، فجل أهدافها في ريفي درعا وإدلب مناطق لا وجود فيها لمسلحي التنظيم. حرب روسيا في سوريا وقودها مدنيون. في ريف حمص الشرقي حيث تزداد الحجب بفعل التعتيم الذي يفرضه تنظيم الدولة، تفيد الأنباء بأن الأحياء السكنية داخل مدينة القريتين تعرضت لقصف روسي عنيف مخلفة قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء. بعين واحدة ينظر الطيارون الروس إلى أهدافهم وهم ينطلقون من قاعدة حميمين، وربما بأذن واحدة يتلقون الأوامر من قيادتهم، يحلقون في سماء سوريا بطولها وعرضها ويطلقون صواريخهم ويعودون من حيث أتوا ليستأنفوا بعدها سياحتهم في تلك السماء، سياحة عسكرية يدفع فاتورتها السوريون من دمائهم.